اسمع أخي الشمس، حتى أنا أريد أن أقول لك كلمة. هو في الخروج نحن عندنا حديث أن لا نخرج، يعني عندنا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الخروج، لكن الذي يخرج ليس لنا حديث على أن الذي خرج فهو خارجي، ليس لنا حديث. فهمت؟ وأنا استدليت لك، يعني قلت لك من الصحابة من خرج على علي، لا خرج لا أخي، لا أخي، على الحجاج. أقاطعك، سامحني أقاطعك، أنا ذكرت لك الحديث. لا، الحديث ليس فيه دليل على أن الذي يخرج عن ولي الأمر. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخي الكريم، ما في النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري الذي استشهدت به بوب باب البغاة، وهم الذين يعني مسلمين يخرجون على حاكم لشيء ما، لظلم ما. فهمت؟ انا فاهم، لكن اخي الكريم انا عارف في فرق بين يعني تقدر تقول بغاة لكن لا تقول خوارج، لانك لو قلت خوارج هو مسلم تقول له خارجي، فهنا تقيم عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب اهل النار. هو مسلم. نعم. لا مثلا حتى انا بعض الاخوان المداخله يقولون على الذي يخرج في مظاهره مثلا في البلدان العربيه لاجل مثلا لاجل قوت، لاجل يعني دنيا او كذلك، يقول حتى هذا ذاك خارج. هو لا يعلم. لا ما اقول خارجي، لا ابدا، ما تقول عن اي شخص يخرج مثل المظاهرات، لكن بعد هذا فعل الخوارج، خروج على الحاكم كما ذكرت لك أخي، هذا حكم عام. أخي الكريم، أنا ذكرت لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث الخوارج هذه يخرجون تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، هؤلاء الخوارج اتفق العلماء المسلمين أنهم من عقيدتهم الخروج على الحاكم المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال الإمام ابن العربي أو القرطبي أتذكر أن هذا معناه أي علماء المسلمين، فهذا دليل لأن الحجة ما هي؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لكن لو كان هذا الإجماع صحيح يعني لا قلنا على الصحابة على أنهم خوارج، خرجوا عن علي، خرجوا عن أخي ما في صحابة خرجوا على علي، بارك الله فيك. خرج معاوية. لا أخي الكريم، الآن أولا نحن كأهل السنة لا نتكلم في أخطاء أو أشياء فعلها الصحابة، طيب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا، يعني لا نظلمهم، نحن نعلم على أن ذاك خطأ. نعم نعلم على أن معاوية كان يطالب بالدم، ولكن كان يجب عليه طاعة ولي الأمر، كان يجب عليه، فأخطأ معاوية. أخطأ. كان عندهم شبهة أخي الكريم، كان عندهم شبهة، طيب؟ نعم أعرف. لذلك أخي الكريم حبيبي، الآن أنت ماذا فعلت عندما أنا قررت لك بأن أخطاء بعض الصحابة أو أشياء بعد من أفعال من المتشابهات من الصحابة، ماذا نفعل؟ نرجع إلى المحكم. ما هو المحكم؟ القرآن والسنة والإجماع، طيب؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قصة علي بن أبي طالب، ما أعرف أي عالم من علماء السنة قال بأنهم خرجوا عليه. الذي أعرف أن يقول هذا هم الشيعة، يقول بأنهم خرجوا على الحاكم علي بن أبي طالب. نحن نقول ما خرجوا، نحن نقول وقعت فتنة وهم عندهم دليل من القرآن أن لهم الحق أن يذهبوا وراء القاتل. بارك الله فيك. طلب الدم. بارك الله فيك. فالإنسان أخي كريم لابد أن تتوب من هذه الكلمة بأنهم خرجوا على الحاكم، لأني ما أعرف أي عالم من علماء السلف أو الخلف قالوا بأن عبد الله بن الزبير ومعاوية خرجوا على الحاكم علي بن أبي طالب. ما أعرف أي عالم من علماء السنة ذكر هذا. صح بارك الله. لكن يعني الله خير أخي، أن لابد تستفيد من هذا الكلام. ثانيا بارك الله فيك يزيد. طيب يزيد الآن بارك الله فيك، الآن الحسن أو الحسين أبو أمامة الباهلي خالفه، عبد الله بن عمر خالفه، كثير من الصحابة خالفوه ونصروه. لكن عبد الله بن عمر لم يبايع يزيد، هذا خروج. بايع أخي، بايع في لا لم يبايع عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن الزبير. عبد الله بن الزبير لم يبايع. لا عبد الله بن الزبير لا أخي الكريم، شوف واحدة. عبد الله لم يبايع عندما معاوية قال لهم بايعوا يزيد، قال كيف نبايع أميران؟ أنت حي وهو حي. لكن عندما توفي عبد الله بن عمر أتى إلى أبنائه فقال أنا بريء من أي شخص يخرج على يزيد لأن بايعناه. طيب لكن أخي الكريم لابد نبين شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا نصحنا؟ إذا رأينا معاصي من حكامنا نخرج أم لا نخرج؟